هنبدأ فيلمنا مع أب وهو بيعرض على ابنه إنه يساعده في تصليح العربية، بس بيكون ابنه مشغول في اللعب على الموبايل ومش مهتم يساعد أبوه، وبيكون اسمه توبي. وبعد كده هو وأبوه بيصلح العربية، بيطلع عليه حرامية متنكرين وبيقتلوه، بيسرقوا العربية. وبيكون توبي سمع دوشة، ولما بيخرج بيلاقي أبوه مقتول قدامه، فبيتصدم وبيخش في نوبة اكتئاب لأنه حاسس إنه السبب. وبتبدأ حالته النفسية تسوء لغاية ما بيقرر إنه ياخد جلسات علاج جماعية، وبيحضر مع مجموعة شباب، واللي بتكون مسؤولة عنهم هي كايا، وبتشرح لهم إنهم المرة دي هيجربوا حاجة جديدة، وهي إن كل واحد فيهم هيقعد في جزيرة لمدة 3 أيام لوحده علشان يعتمد على نفسه ويعرفوا قيمة الحياة. وبتبدأ تدي كل واحد فيهم أكل وشرب وخيمة علشان يقعدوا ال3 أيام دول. وبتاخد توبي وبتوصله لجزيرته، وبتقول له انه يستناها على نفس الشط ده الفجر بعد 3 ايام، وبتسيبه وبتمشي. وبيبدا توبي انه ينصب الخيمه بتاعته، وبيطلع اكله من الشنطه، وبيروح يلم من الغابه الخشب علشان يولع نار. بس بيتفاجئ لما بيرجع وبيشوف القرد بياكل اكله، فبيجري عليه وبيبعده، بس بيكون كل الاكل خلص. فبيتضايق توبي وبيفكر هو هيعيش ازاي ال3 ايام، وبيحاول انه يولع نار بس بيفشل. وبيعرف ان الحياه على الجزيره مش هتكون سهله، وبيبدا يدور على اي حاجه ممكن تساعده، بس بيتعور في رجله. وبيكمل بحث لحد لما بيلاقي سكينه سويسري، وبيطلع منها العدسه وبيجمع ضوء الشمس، فبيعرف يولع نار. وبالليل بيكون جعان جدا، فبيروح علشان يدور على اي حاجه ياكلها. بيلاقي قدامه جوز هند، بس بيحس بحركه غريبه وراه، ولما بيبص بيشوف واحد بيقنعه شكله مخيف، فبيجري على خيمته ومن كتر الخوف بيغمى عليه. وتاني يوم لما بيفوق بيلاقي جوز هند قدامه مفتوح، فبيفرح جدا وبيشربه. وبعد كده بيفكر هو مين اللي جاب له جوز الهند ده، ولما بيبص جنبه بيلاقي بنت جميله جدا وبيعجب بيها من اول نظره. وبيروح وراها وبيشوفها وهي بتصطاد ارنب من الغابه، فبيسالها لو هي عايشه هنا ولا تبع مجموعه تانية، علشان هو جعان ومش معاه اكل. فبتعرض عليه انه ياكل معاها، وبيفضل يتكلم معاها ويحكي لها عن نفسه، بس هي مش بترد عليه وبتسيبه وبتمشي. فبيسالها توبي يعمل ايه، فبتقول له ان المكان هنا خطير وكله تعابين سامه، وان احسن حاجه ليه انه يقعد في خيمته ويولع نار علشان تحميه. وقبل ما تمشي بيسالها عن اسمها، فبتقول له مادلين. وبيسمع توبي كلامها وبيروح على خيمته وبينام، بس بيحلم بكابوس. وفجاه بيقوم من النوم وبيلاقي ان النار اتطفت، فبيقوم يولعها تاني علشان تحميه. وبيسمع صوت جاي من حواليه، فبيروح يدور بس مش بيلاقي حد، وبيكون متاكد ان في حد بيراقبه. وتاني يوم لما بيصحى بيلاقي ان مادلين بتحضر له فطار، ولما بتشوف الجروح اللي في رجله بتقول له انها هتعالجه بعد ما ياكله. وبيسالها توبي هي عايشه لوحدها ليه، بس بتقول له انها كانت عايشه مع ابوها وامها، بس ابوها مات وهي دلوقتي عايشه مع امها بس. وبتوديه لشجره وبتقول له ان الثمره بتاعتها زي البنج، ولما بتحطها على رجله مش بيحس بوجع. وبيفضلوا مع بعض، وبيعلمها ازاي تنصب خيمه صح، وهي بتعلمه ازاي يصطاد. ولما بيجي الليل بتكون مادلين هتروح، وبتقول لتوبي انه ما يجيش وراها علشان امها صياده ماهره، وانها ممكن تخلص عليه، وهي هتبقى تجيله بكره لما يصحى. فبيستغرب توبي جدا، بس بيقول لها ان كايا مسؤولة المجموعة هتجيله بالليل علشان تاخده. بس بتزعل مادلين جدا لما بتعرف انه هيسيبها ويمشي من غير ما يقول لها، فبتسيبه وتمشي. وفي الفجر بتوصل كايا بس مش بتلاقي توبي، فبتتخض عليه وبتاخد الكشاف بتاعها وبتدخل تدور عليه في الغابة، بس بتقع وبيقع منها الكشاف وبيمسكوا حد تاني وبينور بيه في وشها، وبتفتكره توبي بس مش بيرد عليه. وبتطلب كايا منه انه ما يخوفهاش ويبطل اللي بيعمله ده. ولما بتقرب عليه بيرمي الكشاف على الارض، ولما بتوطي تجيبه بيهجم عليها حد وبيبان انها ماتت. وتاني يوم بيقوم توبي وبيكتشف انه راحت عليه نومه، وبيروح بسرعه على الشط بس مش بيلاقي حد. وبعد شويه بيلاقي عوامه طالعه من جنب الصخره، فبيروح يشوف في ايه، وبيتصدم لما بيلاقي مركب كايا مقلوب. وبيتصدم اكتر لما بيشوف واحده ست طالعه من المركب ومعاها حاجات كتير، وبيعرف ان دي ام مادلين. وبينزل تحت المركب علشان يشوف كايا، بس بيلاقيها ميته قدامه، فبيترعب وبيطلع الشط بسرعه. وبيقرر انه يروح يحذر مادلين من امها، وبيروح الكهف بتاعها اللي دايما بيسيبها عنده، بس المره دي بيدخل جواه. واول ما بيدخل بيشوف رموز ورسومات غريبه ومش بيفهم منها حاجه. ولما بيطلع من الكهف بيلاقي ام مادلين قدامه، فبيحاول انه ما يلفتش انتباهها ليه، وبيهرب بسرعه قبل ما تشوفه. وبيروح على خيمه مادلين بس مش بيلاقيها. وفجأة بترجع مادلين مع أمها، فبيستخبى توبي منهم وبيسمع أم مادلين وهي بتزعق في مادلين علشان قالت لها قبل كده إنها لو شافت حد غريب تيجي وتقول لها. ولما بتكون أم مادلين مشغولة في حاجة بيطلع توبي لمادلين علشان يكلمها، بس هي بتقول له انه يروح يستناها عند الشط وهي هتروح تقابله. وبعد شويه بتروح له مادلين وبتقول له انها مبسوطه علشان ما مشيش وسابها، بس بيقول لها توبي على اللي شافه الصبح وانه متاكد ان امها هي اللي قتلت المشرفه بتاعته. فبتعيط مادلين وبتقول له انها صحيت في يوم لقيت ابوها مقتول، وان امها نكرت لو انها تعرف حاجه عن الموضوع ده، بس دلوقتي اتاكدت. وبتقول له انها مش حاسه بالامان وهي عايشه معاها. فبيقول لها توبي ان اكيد في ناس بتدور عليه دلوقتي وانه هياخدها معاه لما يجي. فبتفرح مادلين وبتقول له انها هتجيله بكره. هو هيمشي ويسيبها. وتاني يوم بيصحى توبي على صوت الطيار، فبيحاول توبي انه ينده عليهم بس محدش بيسمعه. وبالصدفه بيشوف توبي مناره قدامه، فبيحاول يشغلها علشان تشوف المراكب القريبه، بس مش بتشتغل لانها بتكون محتاجه بنزين.
ولما بيمشي توبي في الجزيرة بيشوف صاحبه كاميرون قدامه واللي كان موجود على جزيرة قريبة منه، وبيقول له كاميرون انه كان مستني كايا ولما اتأخرت لقي مركب فاخد وجه على الجزيرة دي علشان قريبة منه. فبيكلمه توبي وبيقول له على كل حاجة، فبيقول له كاميرون انهم يرجعوا للجزيرة اللي كان عليها أأمن، بس بيرفض توبي انه يسيب مادلين وبيروح يدور عليها علشان ما جاتش الصبح زي ما قالت له، بس بتمسكه امها وبيحاول يهرب منها وبيستدرجها للفخ بتاعه وبيعرف انه يوقعها فيه، وقبل ما تموت بيسالها ليه قتلت جوزها وكايا، بس بتقول له انه فاهم غلط وان مادلين هي اللي قتلت ابوها وكايا، وبتقول له انها كانت عايشه زمان مع جوزها وبنتها على الجزيره وكانت مبسوطه جدا من سكان الجزيره الاصليين، بس في يوم كانوا بيعملوا الطقوس بتاعتهم الغريبه فخرجت روح شريره ودخلت في مادلين وقتلت ابوها وخلصت على كل سكان الجزيره، ولما فاقت ما كانتش فاكره حاجه وبتديله تركيبه وبتقوله انه يستخدمها علشان يسيطر عليها، وانها لو خلصت يستخدم الضوء او النار لانه الشعاع بتاعهم بيأذي الروح الشرير. وبتموت ام مادلين وبنرجع لكاميرون اللي بتستدرجه مادلين وبتخلص عليه، ولما بيرجع له توبي مش بيلاقيه وبيلاقي مادلين قدامه وهي في هيئه وحش وعينيها بتنور في الضلمه ومعاها جثه امها، ولما بيقول لها انه قتلها علشان يحميها بتحضنه مادلين وبتقوله انهم ممكن يطلعوا من الجزيره مع بعض، وبيحاول توبي انه يديها التركيبه بس بتشوفه مادلين وبتتحول لوحش وبتكون عاوزه تخلص عليه، بس بيضربها توبي والتركيبه في ايده وبيغمن عليها وبيروح توبي بيتها وبياخد البنزين اللي كان شايفه وبيطلع بيه على المناره وبيشغلها، ولما بتفوق مادلين بتهجم عليه وهي ووحش، بس قبل ما تقتله بيعكس على عينيها نور بالمرايه اللي لقيها وبيولع في المنارة وهي فيها وبيسيبها وبيروح للشط لانه شاف مركب قريب منه، بس وهو بيعوم بتظهر مادلين من وراه وبتخلص عليه وبينقذوها هي. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده، كان معاكم محمد نوبي.